اكتر نكته بتضحكني ايه هي بقى؟ انت ازاي مشارك الاسرائيليين يا راجل؟ يا راجل، ده على اساس ان انت مش جايب قروض من الاسرائيليين عشان تاكل؟ صندوق النقد ده بتاع مين؟ والبنك الدولي بتاع مين؟ والبنوك العالميه انت عمال تقترض منها عشان تاكل؟ عشان تاكل. يعني انت واخد قروض منهم؟ الناس دي لو عاوزه تجوعك كانت جوعتك اصلا، ما ادتكش قروض. ده اول حاجه. تاني حاجه، الناس اللي عاوزه تحتل ارضك ما كانتش رجعت لك طابه بمعاهدات السلام، ما طابه اصلا رجعوها بالسلم مش بالحرب. تاني حاجه، في حرب اكتوبر انت فاكر ان كان ممكن لازم هم يواجبوا عليهم كانوا يرجعوا لك سينا؟ كان ممكن ما يرجعوش اصلا، ميزان الحرب كان اتقلب تماما. ما تفوقوا شويه، فوقوا شويه. العالم بيتكلم بلغه تانية خالص، لغه الاقتصاد دلوقتي، وانتوا لسه عايشين في اوهام. عايشين في اوهام فعلا. فوقوا شويه. الموضوع مش كده خالص. اللي بيخدعوكوا وعمالين يقولوا لكم طيب معلش هنيه ده ولاده ليه بيتعلموا الاربعه وخالد مشعل وغيره وغيره في امريكا؟ ما تفوقوا شويه يا جماعه، يعني الوضع مش كده خالص يعني. مصر المصريين بعلمها الاحمر الرفراف الخفاق بالعنخ الذهبي فوق العالم وفوق الهرم الاكبر وفوق المبنى السماني ابتداء من 2024.